الفلسفة العقلانية هي طريقة في التفكير الفلسفي كتعتبر العقل هو المصدر الرئيسي باش نفهمو العالم ونحلو المشاكل. والفلاسفة العقلانيين كيأمنوا بأن العقل والتفكير هما الوسائل الأساسية باش نتوصلوا للحقيقة وماشي فقط اللجوء للحواس والتجارب. باش نفهموا أكثر الفلسفة العقلانية غنهضروا عليها فترة الإغريق. في الفلسفة ديال العصر الإغريقي الفكر العقلاني بدا كيبان مع الفلاسفة اللي كانوا كيأمنوا بأن العقل والتفكير هما الوسائل الأساسية باش نفهموا الكون والقوانين ديالو وماشي فقط اللجوء للخرافات والدين. وهذه المرحلة كانت البداية ديال الفلسفة العقلانية. ومن بين أبرز الفلاسفة العقلانيين في العصر الإغريقي كاين الفيلسوف أناكسيماندر، وكان من أوائل اللي حاولوا يفسروا أصل الكون بطريقة عقلانية، وكيقولوا أن الكون ماشي عشوائي وإنما عنده نظام وتحولات مستمرة. نفس الشيء كانوا كيشاركوا معه الفيلسوف بارمينديس اللي كيأمن أن العقل هو الوسيلة الوحيدة باش نتوصلوا للحقيقة وأن الحواس ميمكنش نعتمدوا عليها حيث ممكن تكون خادعة. والفيلسوف أفلاطون وأرسطو اللي كانوا من بين أكبر المدافعين على العقلانية وكيشوفوا بأن العالم الحقيقي هو عالم الأفكار كما كيقول أفلاطون أو كما كيسميه عالم المثل، والعقل هو اللي كيمكن لينا نوصلوا ليه. وأرسطو اللي كان كيجمع بين العقل والتجربة وكيآمن بأن العقل عنده دور كبير في فهم القوانين الطبيعية وتنظيم المعرفة. خلاصة ديال التفكير ديال هاد الفلاسفة كتركز في أنهم كانوا كيشوفوا الكون منظم وعنده قوانين عقلانية يمكن لينا نفهموها بواسطة العقل وما يمكنش نعولوا على الحواس حيث ممكن تكون خادعة. وكيأمنوا كذلك بأن كل شيء في الوجود كيتبع نظام منطقي وماشي عشوائي. وباش توصل الفلسفة العقلانية موصلها في العصر الإغريقي كان لازم تمر عبر عدة محطات. من بين أبرز المحطات اللي دازت عليها أول مرحلة التحول من الأساطير للعقل مع الفلاسفة الطبيعيين بحال داليس وأناكسيماندر اللي بغاو يفسروا العالم بلا ما يرجعوا للأساطير. وثاني مرحلة أفلاطون وعالم الأفكار وعالم المثل اللي طور فيها فكرة العقل كوسيلة للوصول لعالم المثل اللي هو الحقيقة المطلقة في نظر أفلاطون. ثالث مرحلة أرسطو تنظيم المعرفة اللي حاول فيها يدمج التفكير العقلاني مع الملاحظة العلمية وخلق نظام منطقي باش نفهموا الطبيعة والعالم. وفي المقابل ديال الفلسفة العقلانية في هذه الفترة كان هناك ما يسمى بالفكر السوفسطائي اللي كيقول بأن الحقيقة نسبية وكل واحد عنده الحقيقة ديالو. وكذلك كان هناك الفكر التجريبي اللي بدا كيبان مع بعض الفلاسفة اللي كيأمنوا ضوء الحواس في تكوين المعرفة. قبل ظهور الفلسفة العقلانية عند الإغريق كان التفكير مستند بشكل كبير على الأساطير وعلى الدين باش يفسروا العالم والظواهر الطبيعية. وهذه الفترة كانت معروفة بالفكر الأسطوري، وهذا الشيء كيظهر لينا في القصص ديال الآلهة والأبطال اللي كانوا كيجاوبوا بها على أسئلة الحياة والكون. مثلا تفسير الظواهر بالطابع الأسطوري. الإغريق كانوا كيأمنوا في فترة من الفترات بأن الظواهر الطبيعية بحال البرق الزلازل والشمس هي أعمال ديال الآلهة. مثلا البرق كان مرتبط بزيوس اللي هو الإله الأعلى، والبحر والعواصف كانوا منسوبين للإله بوسيدون. ثانيا كاين الدين والطقوس، والحياة كانت متمركزة حول طقوس دينية وشعائرية عبادية حيث كانوا كيتوسلوا الآلهة باش يتجنبوا الكوارث أو لا يحصلوا على الخيرات اللي بغاوها. كاين كذلك غياب التحليل العقلاني بحيث أنه ما كانش عندهم الفهم ديال البحث عن الأسباب الحقيقية للظواهر، وباش يفهموا العالم كل تفسير كان كيرجع فقط للإرادة الإلهية. كان كذلك التاريخ الشفهي بحيث أن المعرفة كانت كتنتقل من جيل لجيل عن طريق القصص والأساطير بحال الإلياذة أو الأوديسية اللي كتبهم الكاتب هوميروس اللي كتصور حياة الآلهة والأبطال. وفي القرن السادس قبل الميلاد هي مرحلة التحول نحو الفلسفة العقلانية، بحيث بداو هاد الفلاسفة والمفكرين بحال داليس وأناكسيماندر كيسولوا على كيفاش يمكن نشرحوا الظواهر بلا ما نرجعوا للأساطير، واش هاد الكون عنده قوانين عقلية. وهاد الأسئلة وغيرها كانت البداية ديال الفلسفة الطبيعية العقلية اللي حيدات الفكرة ديال تدخل الآلهة في كل حاجة وركزت على العقل والمنطق. أما فيما يتعلق بالفلسفة العقلانية عند المسلمين فهي كانت واحدة من أبرز الحركات الفكرية اللي بانت في التاريخ الإسلامي، خصوصا في العصر الذهبي اللي بين القرن 8 والقرن 12. وهذه الفلسفة جمعت بين الفكر العقلاني اللي استمدوا الفلاسفة المسلمين من الفلسفة اليونانية بحال ديال أرسطو وأفلاطون ومن التعاليم الإسلامية، وركزت على استعمال العقل باش نفهموا الدين والطبيعة والمجتمع. وهذا التيار الفكري الفلسفي عند المسلمين كان عبارة عن تيار كيشوف أن العقل هو وسيلة مهمة باش نفهموا الحقيقة وكذلك باش نفسروا النصوص الدينية، وكيأمنوا بأن الدين
ما كيعارضش المنطق ولكن كيتكامل معاه. وهاد المدرسه بزاف د المرات كانت كتواجه تحديات كبيره، حيث بعض الناس كانوا كيشوفوها كتميل للمنطق اكثر من النصوص، كما انها وصفت في مرحله من المراحل بالالحاديه. ومن بين ابرز الفلاسفه العقلانيين عند المسلمين كاين الفيلسوف الفارابي، اللي كيتعتبر الفيلسوف الاول اللي ركز على العلاقه بين الدين والعقل، وكان كيشوف ان السعاده هي الهدف الاعلى للانسان، والعقل هو الوسيله الوحيده باش توصلها. وركز كذلك على السياسة المثالية في الكتاب ديالو سماه آراء أهل المدينة الفاضلة. عندنا الفيلسوف الثاني ابن سينا، اللي ركز على الفلسفة والطب ودمج بين العقل والنقل، وشرح بأن المعرفة كتجي من الحس ومن العقل. كاين الفيلسوف ابن رشد اللي كان مدافع قوي للفلسفة العقلانية، وكيقول بأن النصوص الدينية يمكن نفسروها تفسير عقلي وماشي بالضرورة نفهموها حرفيا. كان من بين أكبر الشارحين والمترجمين ديال فلسفة أرسطو، وكان كيربط بين الدين والعقل في كتاب سماه فصل المقال. كاين كذلك تيار سموه المعتزلة، اللي هو تيار فكري كيبني العقيدة على العقل والمنطق، وكيقول أن الإنسان عنده حرية الإرادة ومسؤول على الأفعال ديالو، وهذا الشيء متفق مع عدل الإله في الأرض. من بين أبرز الأفكار اللي جاو بها المعتزلة فكرة أن العقل والدين متناغمين، بما معنى أن النصوص الدينية القرآن والسنة ما كتعارضش العقل ولكن كتشجع الإنسان يفكر ويتأمل. كاين كذلك فكرة البحث العلمي، بحيث أن الطبيعة مخلوقة بعقلانية يمكن لنا ندرسوها ونفهموها بالعقل. كاين كذلك التفسير العقلي للنصوص، بحيث أن الفلاسفة بحال ابن رشد كيقولوا بأن النصوص اللي فيها تعابير غامضة خصنا نفسروها بمنطق عقلاني. وهذا الفكر داز على عدة مراحل. مرحلة الترجمة اللي كانت في العصر العباسي، اللي ترجموا فيها الفلاسفة المسلمين الأعمال ديال أرسطو وأفلاطون العربية، وبدا معهد بيت الحكمة في بغداد. موراها جاء دمج الفلسفة مع الدين، بحيث أن فلاسفة بحال ابن سينا وابن رشد جمعوا بين العلوم العقلية والعلوم الدينية. وفي المرحلة الموالية اللي هي مواجهة الفكر التقليدي، العقلانيين كانوا في بعض المرات كيواجهوا تحديات من طرف تيارات دينية محافظة اللي كانوا كيشوفوا أن الفلسفة كتشوش على العقيدة. وفي المقابل ديال الفلسفة العقلانية كاين الفكر النصي أو الأصوليون، اللي هي تيارات بحال الحنابلة كانوا كيأمنوا بأن النصوص الدينية كافية وما خصناش نستعملوا العقل بزاف باش نفسروها. وكاين كذلك تيارات التصوف اللي ركزت على الإلهام الروحي والقلب بدلا عن العقل. الفلسفة العقلانية عند الأوروبيين كانت واحدة من أبرز الحركات الفكرية اللي بانت في العصر الحديث، خصوصا ما بين القرنين 17 و 18، وركزت على العقل كوسيلة أساسية باش نوصلوا الحقيقة ونفهموا العالم. وهذه الفلسفة كانت تجاوب على أسئلة كبيرة في هذاك الوقت، بحال أسئلة الدين والطبيعة والمعرفة، وكانت كتآمن بأن العقل هو المصدر الأساسي ديال المعرفة، وكانت كتركز على تشكيل المنطق والرياضيات بلا ما نحتاجوا للتجربة والحواس. من بين أبرز الفلاسفة العقلانيين في هذيك الفترة كاين الفيلسوف ريني ديكارت، الفيلسوف باروخ سبينوزا، الفيلسوف غوتفريد لابنيتز. الفكرة ديال هاد الفلاسفة كتقول أن الحواس يمكن ليها تخدعنا، يعني ما يمكنش نعولوا عليها، ولكن العقل دائما قادر يميز الحقيقة، وأن العالم منظم بطريقة عقلانية ومنطقية وما كايناش العشوائية في الطبيعة. زائد أنهم كيأمنوا بالرياضيات والمنطق أنهم هم المفاتيح الأساسية باش نفهموا القوانين ديال الكون. ومن بين أبرز المحطات ديال الفلسفة العقلانية الأوروبية بداية مع ريني ديكارت، اللي كان هو المؤسس الفعلي ديال الفلسفة العقلانية الحديثة، واللي ركز على الشكل المنهجي باش يبين أن العقل وحده كافي باش نوصل للحقيقة. والفيلسوف باروخ سبينوزا اللي كيقول أن الله والطبيعة هما نفس الشيء، وأن الكون كامل منظم بطريقة عقلانية. والفيلسوف غوتفريد لابنيتز اللي طور فكرة المونادات، اللي هي وحدات غير مرئية اللي كتشكل لنا الكون، وكيآمن بأن كل حاجة عندها سبب كافي وكتخضع للقوانين المنطقية. كاين كذلك مرحلة التنوير أو عصر الأنوار في القرن 18، اللي كانت فيه الفلسفة العقلانية واحدة من أكبر أسس حركة التنوير، اللي دعت للعقل والعلم والعقلانية باش يطوروا المجتمعات. وفي المقابل ديالها كان هناك ما يسمى بالفلسفة التجريبية، اللي كيؤمنوا أصحابها بحال جون لوك ودافيد هيوم بأن المعرفة كتجي من الحواس والتجربة، والعقل بوحده ميمكنش يوصل لنا الحقيقة. وكانت كذلك حركة الرومانسية اللي جات في وقت لاحق وركزت على المشاعر والخيال كجواب على العقلانية المفرطة. والفلسفة العقلانية اليوم مازال عندها تأثير كبير في مختلف المجالات بحال العلم والتكنولوجيا والفكر، ولكن مع التقدم ديال المعرفة وتطور المناهج الفكرية بان بأن هذه العقلانية عندها حدود ميمكنش تجاوزها، خصوصا في القضايا اللي كتعلق بالمشاعر وبالقيم وبالدين. مثلا الحدود ديال الفلسفة العقلانية في المعرفة
كتجلى على الاعتماد على العقل فقط ما كيكونش كافي، لانه اليوم العلماء والفلاسفه تاكدوا بان الحواس والتجربه ضروريين باش نزيدو نفهموا العالم. مثلا العقلانيه بوحدها ما كتفسرش لنا الظواهر الكيمياء دقيقه بحال الفيزياء الكم اللي كتحتاج نماذج رياضيه وتجارب. كذلك فيما يخص المشاعر البشريه والاخلاق اللي كتحتاج مقاربه كتجاوز المنطق المجرد. كاين كذلك ظواهر غامضه في بزاف ديال الحالات كتلقى العقلانيه عندها صعوبات بزاف باش تفسر الامور اللي خارجه على المنطق الانساني بحال الوعي والادراك. اما فيما يخص الحدود ديالها في القضايا الانسانيه كتجلى اساسا في المشاعر والقيم، لان العقلانيه صعيب توصل الجوهر ديال المشاعر الانسانيه بحال الحب والرحمه والخوف، لانها ظواهر معقده وكتخضعش للقوانين المنطقيه. مثلا القرارات الاخلاقيه كتحتاج دائما توازن بين العقل والمشاعر. كاين كذلك حدود اخرى كتجلى في الثقافات المختلفه، لان بعض الثقافات ما كتامنش بالعقلانيه كمنهج مطلق، كتفضل طرق اخرى بحال التصوف او الحدس. اما فيما يخص الحدود ديالها في السياسه والاجتماع كتبان لينا اساسا في القرارات المعقده اللي كتحتاج مقاربه كتجاوز المنطق البسيط، بحال المفاوضات اللي كتعتمد على العواطف والضغوط النفسيه في حد سواء. كاين كذلك الايديولوجيات، لانه بزاف ديال الافكار العقلانيه يمكن لها تستعمل كغطاء الايديولوجيات اللي كتهمش مشاعر الناس والاحتياجات ديالهم، بحال بعض النماذج الاقتصاديه اليوم اللي كتفضل الرفع على الانسان والايديولوجيات ديالو. كاين كذلك تحديات اخرى بحال الابداع، لانه العقلانيه صعيب تشرح الابداع الفني والادبي، حيت هاد المجالات كتحتاج الخيال والحدس اللي كيكونوا خارج الاطار المنطقي. كاين كذلك الدين والايمان، لانه الدين عنده مكانه كبيره في حياه بزاف ديال الناس في العالم، ولكن العقلانيه كتلقى دائما صعوبات في التعامل مع الايمان الغيبي اللي ما كيخضعش للقوانين المنطقيه. واكبر التحديات هي تحديات المستقبل، لانه اليوم الفلاسفه والباحثين كيدفعوا نحو مقاربه اكثر شموليه اللي كتدمج العقلانيه مع مناهج اخرى بحال التجريبيه او التصوف والابداع باش نواجهوا التحديات ديال العالم الحديث.